السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. الروتين بتاعي النهارده عبارة عن ايه يا حبايب قلبي؟ رغاوي كتير كتير قوي. النهارده بقى الرغاوي بتاعتي النهارده فين بقى يا حبايبي؟ النهارده في قلب المطبخ بتاع حماتي. طبعا بقى ايه، همسك المطبخ ده هشقلبه من فوق لتحت لتحت لفوق زي ما انتم شايفين كده. طبعا كل حاجة فيها هقلبها، هفضيه كله على الرخام. ايه، وهمسكه كده انضفه ايه واحده واحده كده، تنضفيه ايه كده بضمير. طبعا انا ما بحبش ان انا انضف كده ايه بفوطه مبلوله ميه كده والحاجات دي، لا. انا بحب كده اجيب خرطوم كده او شفشق ميه كده واسفخ في الميه وبحته سلكه كده كبيره وفيبه، واقعد ادعك ايه من فوق لتحت لتحت لفوق عشان يبقى ايه نضيف معاكي كده وبيبرق كده. طبعا بقى حماتي قالت لي ايه، يا سموره انت ايه عملت الاوض وضبطيها عشان ايه رمضان، ربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين اللهم امين. قلت لها ايه، سيبيني ايه كمان يومين نبقى ايه ننضف ايه المطبخ نقلبه. قالت لي لا، انت تمسكي المطبخ كله تقلبيه. قلت لها يا ستي سيبيني. قالت لي لا، لازم ان انت تنضفي المطبخ. حماتي بقى طبعا يا حبايبي على اساس ايه اللي هي مش بتنضف المطبخ يعني، لا، ده بالعكس بتنضفه على طول. والله مش هقول لكم بس ده ديت بس مره، لا، ده على طول لازم تشقلبهن. والمهم إيه حماتي ديت يا حبايبي نظيفه وايه، وانا طالعه نظيفه زيها واتعلمت منها حاجات كتير قوي قوي. طبعا بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، همسك البوتاجاز دوت هيدعكه كله زي ما انتوا شايفين ايه بالشكل كده، وهمسكه ايه هنضفه ايه واحدة واحدة. طبعا بقى همسك الباور بتاعي وادعك بيه ايه البوتاجاز والايه، وامسك الكوبايات ديت هدعكها ايه، اجيب الطبقة دي كلها عليها واطيها، وهمسك الكوبايات كده ايه واحدة واحدة، والاطباق برضو واحدة واحدة بالفيبة كده، وايه وهغسلها ايه واشطفها. اللي هغسلها ايه اشطفه كده واعلقه على طول اول باول. انا غسلت الاطباق ديت ووضبتها، ومعايا ايه الكوبايات بغسلها وبشطف، ولا اشطفه ايه على طول على الطباقه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا ايه لازم ان انا ايه انضف المطبخ كده تنظيفه عميقه كده عشان يجعله رمضان. والله يا حبايب قلبي انا كنت واقفه على الكرسي، انا قمت رايحه ايه مش زحلقه، والحمد لله حصل خير، قدر الله ما شاء فعل. زي ما انتوا ايه شايفين بالشكل ده كده. ومعايا دي نوع الفيبة بتاعتي. طبعا ايه حتى لو انت مش عندك فيبة زي ديت بتجيبي اللي هو الفيبة السايبة عادي، مش مشكلة، بتجيبي بقى من عند العطار، من عند البقال، من عند اي حد. طبعا بقى ايه، وديت الكنكة بتاعت الشاي. طبعا انا عندي ايه اللي هي الكاتل. لا انا مش بنحب نشرب الشاي في الكاتل، لان بتحس ايه طعم الشاي كده متغير. طبعا ايه وبنعمله ايه في الكنكة اللي زي دي، مسكت الكنكة دي دعكتها حتة دعكة زي ما انتم شايفين كده بالسلكة وبالصابونة، وقعدت تنزل هات. لما نضفت ايه الكنكة كده خليت قلبها زي وشها وقلبها ايه من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين كده. ما تصلوا على النبي حبايب قلبي عليه افضل الصلاة والسلام. ودي ايه، دي كانت الطبقة بتاعته الايه الاطباق الصغيرة على الطبسيات الكلام من ده، بغسل ايه وديت اعتبار ايه زي المصفى كده، اللي هي ايه الطباسة والحاجات ديت بتاعت الشوربة بتاعت الخضار كده. انا عندي برضو مجات اللي هي الشوربة اللي هي ايه ام ايدين ديت، وديت بستعملها برضو الشوربة الخضار اي انواع الخضار ديت يعني. طبعا ايه وبغسلها وبصفاها كده. طبعا احنا على طول بنغسل عامة يعني البيت كله، يعني يمكن في الشهر مرتين نقلب عليه الوطيه زي ما انتم شايفين كده. بغسل كده ايه ولا اغسله ايه اصفيه بالميه واسيبه ايه يصفى، وبعد كده ايه اتيس كل حاجه في مكانها تاني. طبعا بقى لو انا كان عندي ميه سخنه بقى ايه كانت هتبقى حاجه حلوه خالص. طبعا بقى عندي ايه كان عندي السخان اللي هو التاني دوت واتخرم، وجبت سخان تاني، إيه جبت سخان تاني جديد. وطبعا بقى عايزه اقول لكم على الاسعار، ايه الاسعار رايحه في دنيا تانية خالص خالص خالص، يعني الوقت بسعر وكمان نص ساعة بسعر تاني. طبعا وجبت بقى سخان تاني مكانه، وقعد استنى الراجل من الصبح يقول لي طيب جاي لك اهو جاي لك اهو، وفي الاخر ما جاش وضحك عليا. مش عارفه اقول له ايه يا حبايب قلبي، والله مش عارف. طبعا بقى انا عندي بدل الطبقه من اللي زي ديت اتنين، يعني للحلل ايه بمسك الحلل كده اغسلها كده واكفيها، وديت اغسلها ايه في الاطباق. حماتي كده بتحب ايه بتحب الحاجات كتير،
بتحب كده المطبخ كده اكنك داخله مطبخ عروسه، وهوريكم الشكل النهائي بتاعي هيبقى عامل ازاي، وهتقولوا لي مطبخ عروسه ولا لا، وانا تعبت فيه طول النهار ولا لا. وادي البوتاجاز بتاعي رشيت عليه الباور، طبعا اول ما دخلت المطبخ رشيت عليه الباور. طبعا زي ما انتم شايفين كده، شايفين شكل النهائي. اللي كان يشوف البوتاجاز الصبح ما يشوفوش دلوقتي. وده طبعا بقى الحيطان اللي انتوا كنتوا شايفينها برضو في الفيديو، وادي الشباك عليه قرم حديد زي ما قلت لكم في الفيديو. لازم البيت اللي هو الدور الارضي لازم يكون عليه قرم حديد وكده. وقولوا لي ايه رايكم بقى في الكومنتات، وقولوا لي انا تعبت ولا لا في الفيديو دوت. شايفين ده الشكل النهائي بتاع دي مجات الشوربه اللي انا قلت لكم عليها، ودي النمليه الالومنتال زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. شايفين نظافه اخر حلاوه. حماتي طبعا دايما نظيفه وبتحب بصوا كل حاجه تكون نظيفه. وفي الاخر بقى تعبت كده عملت مكرونه بقى للعيال. وقمت قايله نختم بقى بكوبايتين شاي. والعيال قاعدين يقولوا لي يا ماما احنا جعانين احنا جعانين. قلت لهم انا قلب المطبخ النهارده، قلت لهم هعمل لكم هعمل لكم مكرونه زي ما انتم شايفين بقى بالشكل ده كده. طبعا وده الارضيه اهيت. وبصوا وتفرش